مع سقوط الطيارات وحصار المدن وخسائر بنجشير وحرب العصابات الشرسة، الجيش السوفيتي بدأ ينهار من جوه، معنويات ضعيفة، اقتصاد بينزف، ضغط داخلي من الأمهات، ضغط عالمي، وعجز عن السيطرة على الأرض. في نهاية 1988 بدأ السوفييت يسحبوا قواتهم رسميا، وفي 11 فبراير 1989 آخر جندي سوفيتي عبر جسر حيرتان خارج أفغانستان. القائد السوفيتي قال: ولا جندي سوفيتي خلفي داخل أفغانستان. انسحب السوفييت، لكن البلد فضلت مجروحة وتحولت لحرب أهلية، وبعدها ظهر تنظيم جديد اسمه طالبان، لكن دي قصة الفيديو تاني لوحدها. لو عاوزين نتكلم عنهم اكتبوا في التعليقات. الحرب السوفيتية الأفغانية مش مجرد حرب، دي دراسة كاملة في فكرة إن القوة لوحدها مش كفاية، وإن الجبال ليها أهل يحموها، وإن الأرض بقت أقوى من الحديد. ودي كانت القصة الكاملة للحرب السوفيتية الأفغانية. سلام.